مرحبا متابعيني، إن شاء الله تكونون بألف خير أينما كنتم. وصفتي اليوم جدا صحية وشهية، وأيضا مشهورة في فرنسا كطبق رئيسي، وهي شوربة البصل بالجبن والصمون. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، وتعالوا نشوف طريقة العمل. نحتاج ملعقتين طعام زيت زيتون، بالإضافة إلى ملعقتين طعام زبدة. إذا ما متوفرة الزبدة عندكم ممكن تضيفون سمنة، راح ينطيكم نفس النتيجة. نحتاج كيلو بصل مقطع شرايح يكون بهذه السماكة. نقلبه شوي، وبعدها نضيف تقريبا 4 ملاعق طعام ماء دافي، بالإضافة إلى ملعقة طعام ملح، ونقلبه. حاولوا أنه تشغلون النار على أقل من وسط حتى ما يحترق وياكم، ولا تتركون البصل، وحاولوا تقلبوه كل 5 دقائق تقريبا لحد أن يتغير لونه ويتكرمل بشكل جيد. نضيف فصين ثوم مهروس مع ملعقة صغيرة زعتر، بالإضافة إلى ورقة من ورق الغار. حتى يتكرمل بهذا الشكل من دون ما يحترق، نقلبه كل 5 دقائق مدة 40 دقيقة تقريبا. نفرغه من المقلاة إلى التست، وبعدها نقلبه شوي. نضيف 6 أكواب مي اللحم المطبوخ مسبقا. يفضل أنه تستخدمون مي اللحم على أنه تستخدمون مي الدجاج، لأنه راح يعطي طعم شهي ونتيجة أفضل. نقلبه شوي، وبعدها نتركه يتسبك مدة ربع ساعة تقريبا. نحتاج ملعقة صغيرة ملح، بالإضافة إلى نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، وأتركها تتسبك على نار هادئة مدة نصف ساعة إضافية. نبدي نحضر للتوبينج. نحتاج صمون الباغيت الفرنسي. حاولوا أنه تقطعوه بشكل انحرافي يكون أحلى. استخدمت نصف الكمية، راح يكون بهذه السماكة تقريبا. لدهن الصمون أحتاج فص كبير ثوم مهروس، بالإضافة إلى نصف ملعقة طعام أوريغانو مع ربع كوب زيت زيتون. نخلط المكونات بشكل جيد لحد أن تتجانس مع بعضها. ملاحظة: إذا ما متوفر الأوريغانو عندكم ممكن تضيفون كرفس مجفف، راح يعطي نفس النتيجة تقريبا. ندهن الصمون من الجهتين لحد أن نكمل كل الكمية. حاولوا أن تغطون الصمون بشكل جيد. بعدها أحتاج جبنة الجرير، يكون هذا شكلها. أبرش قسم منها وأقسمها إلى قسمين، قسم أستخدمه للشوربة، والقسم الثاني أستخدمه فوق الصمون. استخدمت ثلثين الصمون فقط، وبعدها أدخلها الفرن على درجة حرارة 400 فهرنهايت لمدة 7 دقائق تقريبا لحد أن يتحمص وتذوب الجبنة عندي. يكون هذا شكلها. بعد نصف ساعة تكون هذه هي سماكة الشوربة. نتخلص من الورق الغار، وبعدها أبدي أسكبه بالكاسات. الكاسات اللي عندي هي فخار وقابلة أن تدخل للأوفن. إذا توفرت عندكم هذه الكاسات ممكن تضيفون الجبنة والصمون المحمص فوق الشوربة، وبعدها تدخلوها الفرن لمدة 5 دقائق، بعدها تقدموها. وإذا ما متوفرة عندكم ممكن تستخدمون أي كاسات تقديم، وتضيفون الجبنة على الشوربة وهي ساخنة حتى تذوب مباشرة. نضيف قطع الصمون بهذا الشكل. طبعا طريقة التقديم والتزيين هو ذوق شخصي، ممكن تقدمون وتزينون بالطريقة اللي تعجبكم. وهذه هي وصفتي اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي. أتمنى أنكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بيها، لأنه رأيكم جدا مهم بالنسبة إلي. كل المقادير والملاحظات مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. إذا عجبتكم وصفتي اليوم لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصل لكم كل فيديو جديد أنزله. كانت معكم أم يوسف من قناة تيستي يامي.